السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. فيديو جديد بيعلق فيه محمد فارس في ظهر الاهلي، بيقول خدوها بأعلى صوت تراخيص مشاركة الأندية اللي عليها مديونيات في البطولات الإفريقية باطل، وتعالى أقول لك ليه وباطل بالورقة والقلم. اتحاد الكرة في بيانه بتاع تسوية الزمالك قال إن الجدولة دي لاستيفاء معايير الترخيص الإجباري للمشاركة في بطولات أفريقيا 2025-2026 اللي هو الموسم اللي لسه هيبدأ في أفريقيا. وبيكمل اتحاد الكرة بيقول موعد منح التراخيص وتسوية المديونيات انتهى في 31 مايو بلائحة الاتحاد المصري والكاف. يعني احنا بينضحك علينا، والدليل اعتراف اتحاد الكرة اللي في 13 ابريل 2025 بعت خطاب للأندية برقم صادر 1940/2025 بيقول فيه نود التأكيد على استيفاء جميع الاشتراكات والمعايير المذكورة بلائحة تراخيص الأندية، وخاصة المعيار المالي، بحيث يجب على النادي أن يثبت أنه لا يوجد مستحقات مالية متأخرة مقررة على النادي ومرتبطة بكرة القدم بنادي، سواء مستحقة لأندية أخرى أو لاعبين أو عاملين بالنادي أو للاتحاد المصري لكرة القدم أو الكاف حتى 31/3/2025. الكلام ده من شهر 3. ووفقا للائحة تراخيص الأندية وفي هذه الحالة وجود مديونيات مستحقة قبل هذا التاريخ، فيجب على ناديكم الموقر تسويتها أو جدولتها فبموجب اتفاق مع الدائن، وذلك بحد أقصى 31/5/2025. ووفقا للائحة تراخيص الأندية، علما بأنه في حالة عدم استيفاء تلك المتطلبات سيؤدي ذلك إلى منح الرخصة، وبالتالي عدم المشاركة في البطولات المحلية والقارية لموسم 25/26. طيب خد كمان الكاف بيقول وفقا للمادة 63 إذا كان طالب الترخيص لديه مستحقات متأخرة حتى تاريخ 31/3 من السنة التي تبدأ فيها منافسات الأندية التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، فسيحصل على فترة سماح مدتها شهرين، يعني لشهر 5، لإثبات أنه بحلول تاريخ 31 مايو قد تم سداد هذه المستحقات المتأخرة. يعني كمان بيديله فرصة شهرين يسدد المتأخرات اللي عليه أو تأجيلها باتفاق مشترك مع الدائن. يعني الحد الأقصى لتسوية المديونيات للحصول على تراخيص المشاركة الأفريقية كان 31 مايو. طيب السؤال، اتحاد الكرة قاعد مع الزمالك في شهر أغسطس بيعمل إيه؟ ولما هو ما التزمش بتسوية مايو، طبيعي تخطر الاتحاد الأفريقي بإيقاف ترخيصه، مش تجدول له تاني. اللي بيحصل في الملف ده في اتحاد الكرة كارثة حرفيا. بيكمل محمد فارس وبيقول تسمع عن العجب والعجاب. طيب تعالى سمعك. اتحاد الكرة بيقول في البيان بتاعه انه عمل تسوية المديونات نادي الزمالك بهدف تعزيز النزاهة المالية والشفافية. عايزك بقى تقف عند كلمة الشفافية دي لاننا تعبانين منها. اتحاد الكرة قال تضمن الاتفاق تسوية جزء كبير من المديونات المستحقة عن السنوات السابقة. طيب هو قد ايه الجزء الكبير؟ ده اول جزء من الشفافية مش موجود. وقد ايه المديونية المستحقة اللي هي هتتبقى؟ وايه هي السنوات او يعني هتدفع في خلال فترة قد ايه؟ كل ده مفهوش اي شفافية خالص، مديك كلام مرسل ومبهم ومفتوح. اتحاد الكرة قال وسداد الالتزامات المالية الحالية الى جانب الاتفاق على جدول زمني لسداد المديونية المتبقية. طيب هي كامل المديونية الحالية وهو فين الجدول الزمني؟ وهي ايه المديونية المتبقية؟ وبجد والله لما كل الأسئلة دي ملهاش إجابة في بيان اتحاد الكرة، يبقى ازاي الناس جالها قلب تكتب ان ده لتعزيز الشفافية؟